الأصدقاء والزملاء الأعزاء مشاهدين الكرام، مرحبا. في الفيديوهات السابقة وفي هذا الفيديو كمان رح أحاول أتناول تجربة حزب العمال الكردستاني بشيء من التحليل والنقد، لأنه هي الظاهرة أو تجربة حزب العمال الكردستاني كتير مركبة وكتير معقدة، و تخلق مادة خصبة للنقاد والباحثين والمحللين، لأنه هذا الحزب يؤثر بشكل أو بآخر على منطقة شاسعة، على الصعيد الأمني والسياسي والإعلامي، وبالتالي من الطبيعي أنه هالتجربة تخضع للنقد والمراجعة النقدية. والموضوع بصراحة يتجاوز المقالات والفيديوهات، الموضوع بحاجة إلى مراكز متخصصة في الدراسات والبحوث التي تتناول الظواهر السياسية التي على شاكلة حزب العمال الكردستاني على صعيد الانتشار والتأثير العسكري والإعلامي والاقتصادي والأمني وما إلى ذلك. المؤيدين لحزب العمال الكردستاني يرفضون النقد ويريدون نقدا على مزاجهم أو نقدا وفق مقاييسهم، يسمونه بالنقد البناء، الحديث عن الإيجابيات والتركيز عليها مع بعض الإشارات الخافتة والباهتة للظواهر السلبية أو المظاهر السلبية والممارسات السلبية في تجربة هذا الحزب. بتقديري أنه هذا الموضوع مش هيك، لأنه الجانب صحيح بكل تأكيد هنالك بعض الأمور الإيجابية، لكن الأمور السلبية طاغية ومقلقة وخطيرة على صعيد القضية الكردية، على صعيد المجتمع الكردي، الواقع الكردي، الواقع الإقليمي، الهوية الكردية، الوجود الكردي. الحزب العمال الكردستاني بات عنصرا حتى على مستوى تهديد المشروع القومي، معرقل للمشروع القومي الكردي إنجاز التعبير. هذا من جهة. من جهة أخرى ربما البعض يرفضون هذا، مش بس مؤيدين حزب العمال الكردستاني، اللي بيدو الدائرين في فلك هذا الحزب أو الذين يميلون إلى هذا الحزب أو الذين يحاولون تقديم أوراق اعتمادهم لدى هذا الحزب، أو حتى واحد يعيش في أوروبا بده يزور المنطقة أو بده يساوي شيء بالمنطقة الكردية اللي تحت سيطرة حزب العمال الكردستاني، يكون مضطر لكتابة مقالات فيها جانب من الإيجابية أو غض النظر عن المظاهر السلبية الفاقعة في أداء هذا الحزب، تفاديا وتحسبا لردة فعل عكسية سلبية تجاه هذا الشخص. وبالتالي المجتمع الكردي في الآونة الأخيرة، هذا الحزب يتعامل مع المجتمع الكردي بمنطق وخاصة الكتاب والمثقفين بشكل ابتزازي، إنه أو حتى بشكل كيدي، إنه من ليس معنا فهو ضدنا. عموما وكل أي شخص ينتقد هذه التجربة فهو أردوغاني، داعشي، ائتلافي، وقيسوا على ذلك. هنالك هجمات شرسة وحملة تضليل وتشويش شرسة لكل منتقدي لكل المختلفين مع هذا الحزب، بصرف النظر عن مستويات الاختلاف. والاتهام الأول أنه يخدمون تركيا وهم خدم أردوغان وخدم تركيا. لكن بالعودة إلى تجربة حزب العمال الكردستاني بعد اعتقال زعيم الحزب عبد الله أوجلان،
منذ عام 1999 وحتى هذه اللحظة السيد عبد الله أوجلان في معتقله، وله كل الاحترام والتحية، وأتمنى أن يفرج عنه اليوم قبل الغد. هذا الزعيم الكردي لا يكتفي فقط بتقديم الخدمات أو بتقديم الوعود للأتراك، أنه أنتم إذا حسنتوا وضعي سأفعل لكم كذا، أنتم إذا حليتوا القضية الكردية عبري أو من خلالي سوف نقدم لكم الخدمات، وأنا يعني سيكون حزب العمال الكردستاني في خدمة الدولة التركية. وهذا مثبت في كتب وتصريحات أوجلان التي تملأ، يعني بإمكان الباحثين والدارسين العودة إليها ويعني التأكد من ذلك. منذ 18 سنة وعبد الله أوجلان يطالب تركيا بأن يستفيدوا منه، أن ينصتوا إليه ويعرض عليهم خدماته، وهو خدم للدولة التركية في أمور كثيرة، وهذا موضوع آخر بحاجة إلى بحث آخر. لكن حزب العمال الكردستاني أي شخص ينتقد هذا الحزب يتهمه بأنه عدو الشعب الكردي وعدو الهوية الكردية وعدو المشروع القومي الكردي، وهو أصلا الحزب لم يعد لديه مشروع قومي كردي. وهذا أيضا مثبت في كتب أوجلان، مثبت في مانيفستو الحضارة الديمقراطية كتابه الأخير، مثبت في من دولة الرهبان السومرية نحو حضارة ديمقراطية، مثبت في كتابه دفاعا عن شعب، مثبت في كل الكتب الرئيسية الأساسية التي كتبها أوجلان على أنها هي مرافعات وخرجت من سجنه. المشروع القومي لا يوجد لدى حزب العمال الكردستاني مشروع قومي، هو يشيطن الدولة القومية، هو يشيطن الفكر القومي، والقرائن والأدلة أكثر من أن تحصى. لكن هنالك بعض يعني الذين ينظرون للموضوع بسطحية، أنه طيب لماذا تركيا تعادي هذا الحزب إذا لم يكن لديه مشروعا قوميا؟ معاداة تركيا لهذا الحزب يؤكد أنه لديه مشروع قومي. أنا ما علاقتي بمعاداة تركيا؟ تركيا تعادي من تشاء، تركيا تعادي يعني أو حزب العدالة والتنمية يعادي حزب الشعب الجمهوري، يعادي الحركات اليسارية، يعادي حتى الحركات الإسلامية. يعني معاداة تركيا لحزب العمال الكردستاني ليس مقياسا أساسيا واستراتيجيا على أنه هذا الحزب يتبنى أو لديه مشروع قومي استراتيجي كردي بعيد المدى حتى، يعني لا يوجد هذا الشيء. أنا معني بكتب أوجلان التي هي بمثابة قرآن وإنجيل حزب العمال الكردستاني. تربية الكوادر العسكرية والسياسية يعني تتم بناء على هذه الكتب. على أي حال يعني لكل شخص ما يشاء. عبد الله أوجلان في سجنه، أنا أكثر من من الناس الذين كتبوا عنه ودافعوا عنه في سجنه، دافعوا عنه ضد حملات التشويه التي تطاله من الآخرين من المناوئين له، وحملات التأليه من أنصاره ومؤيديه، وهذا أيضا أعتبره تشويها لعبد الله أوجلان. لكن عبد الله أوجلان وجوده في السجن لا يمنع أنه ما ننتقده. يعني لماذا من حق عبد الله أوجلان أن يتحدث في التاريخ ويتحدث في السياسة وفي علم الاجتماع وفي الفلسفة وفي الفيزياء وفي الفلك وفي كل شيء؟ عبد الله أوجلان يتحدث أي شيء في كل شيء، أو يتحدث كل شيء في أي شيء يعني. لكن لا يحق لنا أن ننتقد ونراجع مقولات وتوصيفات وتقييمات وأحكام أوجلان في الثقافة والأدب والسياسة والفكر وعلم الاجتماع والفيزياء والكيمياء وما إلى ذلك. لا يحق لنا. ليش لا يحق لنا؟ عبد الله أوجلان زعيم. ليش لا يحق لنا؟ عبد الله أوجلان سجين. طيب عبد الله أوجلان في سجنه يسمح لنفسه أن يطلق أحكام هي بالضد تماما من التاريخ والواقع والمعطيات. لماذا مرفوض وغير متاح أن ننتقده؟ يا أخي نجتهد في انتقاده، فلنكن نحن مخطئين، أن نحاول أن ننتقد السيد عبد الله أوجلان. ليش ممنوع؟ الناس تنتقد النبي محمد، الناس تنتقد الصحابة، الناس تراجع
النصوص الدينية المقدسة، الناس تراجع وتنتقد كتب التراث المقدس لدى البعض. يعني لماذا لا يحق لنا مراجعة عبد الله أوجلان بشكل هادئ ومنصف ومنطقي؟ لماذا لا تحاججون يعني أنتم الأوجلانيين أو أنصاف أو أرباع أو أخماس أو أسداس الأوجلانيين، لماذا لا تناقشون الموضوع يعني، ولا تروحوا يعني تتصيدوا أو تبحثوا عن مثلا مقالات وشنغوسي السابقة؟ نعم، أنا مشان أوفر عليكم عناء التعب والبحث في الإنترنت، أنا بإمكاني أن أزودكم كل أرشيف مقالاتي من 2001 و2002 وحتى اللحظة، مشان ما تتعبوا، ما تقولوا والله هو شنك كتب هكذا والآن يقول هكذا. هو شنك كاتب، هو شنك شخص يعبر عن رأيه، ليس زعيم، ليس زعيم حزب يتحكم بمصير شعب، يتحكم بمصير قضية، يتحكم بمصير ملايين الناس. أنا لست عبد الله أوجلان، أنا كاتب وأعبر عن وجهة نظري. كنت في فترة ما مؤيدا ومواليا لتيار معين ومدافعا عنه، والآن أنتقده، أمارس حريتي في حينه وأمارسها الآن. يعني من يريد أن يحاجج ويناقش فليتفضل، أما قضايا التخوين والترهيب والتهديد هذه يعني أساليب تعبر عن إفلاس وعجز أصحابها. سآتي بمثال يعني عن تجربة عبد الله أوجلان. أساس فكرة حزب العمال الكردستاني تشكلت لدى عبد الله أوجلان أثناء تواجده في اليسار التركي. أوجلان لم يعجبه تعاطي الأحزاب اليسارية مع المسألة القومية الكردية، فانشق عنها، وانشقاقه أو افتراقه كان أيضا استنادا على معطى نقدي، أن هؤلاء متأثرين بالفكر الكمالي الأتاتوركي وبالفاشية والشوفينية الكمالية المرتدية لبوسا يساريا تركيا، وبالتالي ينبغي للأكراد أن يكون لهم خيارهم القومي. وانفصل وابتعد وشكل حزب العمال الكردستاني. المرحلة التأسيسية لحزب العمال الكردستاني يمكن أن يعني أن نقول بأنها بدأت من 74 75 76 حتى تأسيس الحزب في 78 في نوفمبر 78. من تأسيس الحزب وحتى قبل اعتقال عبد الله أوجلان كل أدبيات الحزب، كل أرشيف الحزب، جرائد، مجلات، كتب، لا يوجد فيها ذرة جملة واحدة تشير بإيجابية إلى مصطفى كمال أتاتورك، كلها نقدية. يعني الفكر الكمالي، مصطفى كمال أتاتورك، عدو الكرد، قاتل الأكراد. وحزب العمال الكردستاني لا يأتي بجديد، يعني هي حقائق مثبتة تاريخيا. الأتراك يقولونها وليس فقط الأكراد، الأتراك يقولونها. يعني إسماعيل بشكتي عالم الاجتماع التركي وأمثاله كثر قالوا عن جرائم وفظائع مصطفى كمال أتاتورك بحق الأكراد. فحزب العمال الكردستاني لم يأتي بجديد. حتى الفصائل الكردية في تركيا هي أيضا يعني تناولت أو تعرف، وهي حقائق تعريفية، يعني حقائق معروفة ومتداولة، سلوك وجرائم وخداع مصطفى كمال أتاتورك للشعب الكردي، ومجزرة أو المجازر التي ارتكبها النظام الأتاتوركي عقب انتفاضة الشيخ سعيد عام 1925 وعقب انتفاضة ديرسم 1938 ارتكبها الكماليون. يعني توفي كمال أتاتورك لكن استمر الكماليون على نهج مصطفى كمال أتاتورك. لكن عبد الله أوجلان بعد اعتقاله كما ذكرت يعني أبدى استعداده لخدمة تركيا وتذكر أصوله التركية، هذا يعني كلام آخر. لكن أن تفرض هذا الكلام على الشعب الكردي على أنه التاريخ الحقيقي، وأن كل ما قيل عن مصطفى كمال أتاتورك والتاريخ مشوه ومضلل ومزور، هذا يعني شيء غريب، شيء لم يقترفه أحد من الأتراك. حتى ولو يعني مصطفى أو جان دوندار صحفي عمل فيلم وثائقي عن مصطفى كمال أتاتورك وتناول مصطفى كمال أتاتورك بشكل عادي يعني حاول إزالة القداسة، لكن لم ينصع، لم يبيض،
وجه مصطفى كمال أتاتورك الأسود كما يفعل السيد عبد الله أوجلان يعني في أماكن عديدة من تصريحاته ومن كتبه. سأتناول فقط جزئية يعني. بتاريخ 4 تشرين الثاني 2009 عبر محامي أدلى عبد الله أوجلان بتصريحات حول الوضع الكردي والقضية الكردية وحزب العدالة والتنمية، لكن ورد في هذا التصريح فقرة مهمة، وهي النسخة التركية الأوريجينال الأصلية، وهي هون الترجمة العربية، وهي موجودة يعني أنا أخذتها من الإنترنت، ما جبت شيء من عندي يعني. لكن خطورة إنه هالأحكام القيمة اللي بيطلقها عبد الله أوجلان على التاريخ ومحاولة تبييض مصطفى كمال أتاتورك، هذا شيء خطير لا ينبغي أن يمر هكذا مرور الكرام. يعني الناس لازم تنتقد، لازم تناقش هل أوجلان على صواب أم لا. أوجلان يقول يجب معرفة هذا الأمر على هذا النحو: لقد تم تحريف التاريخ هكذا. الأكراد يعرفون مصطفى كمال بقاتل الأكراد وبعدو الأكراد، وها هم ألصقوا باسم قاتل الرضع. هون يحكي أوجلان عن الأتراك. وها هم ألصقوا باسم قاتل الرضع وعدو الأتراك، أي مصطفى كمال عدو الأكراد، وآبو الاسم الحركي لأوجلان هو عدو الأتراك. ولكن مثلما مصطفى كمال ليس عدو الأكراد، أنا أيضا لست عدوا للأتراك. أنا بفهم أنه عبد الله أوجلان ليس عدو الأتراك، هذا صحيح. عبد الله أوجلان أبدا لم يكن كان عدو للنظام التركي، ولكن ليس عدو للشعب التركي، هذا صحيح، وهذا يعني أنا أوافق عليه. لكن أرفض تماما أنه تبرئ ساحة مصطفى كمال أتاتورك من معاداة أو عداوة الشعب الكردي. مش بس أنا أرفض، التاريخ يرفض، الوقائع، الضحايا، الشهداء يرفض، شهداء انتفاضة ديرسم، شهداء انتفاضة شيخ سعيد إذا خرجوا من قبورهم سيحاكمون أوجلان على هذا التقييم، سيعيدون محاكمته على هالحكم هذا. كيف يعني مصطفى كمال أتاتورك ليس عدوا للأكراد؟ يقول عبد الله أوجلان: أنا أيضا لست عدوا للأتراك. مصطفى كمال ليس عدوا للأكراد، أنا أيضا لست عدوا للأتراك. هذه الذهنية التي أظهرت مصطفى كمال أتاتورك على أنه عدو للأكراد هي نفسها التي أظهرتني وكأنني عدو للأتراك. يعني شوفوا هالمقاربة الغير المنطقية نهائيا. يعني يتحدث عن ذهنية شوهت مصطفى كمال أتاتورك، يعني الذهنية الموجودة لدى الأتراك شوهت عبد الله أوجلان وشوهت كل الأكراد. نعم، هي موجودة، لكن لا توجد ذهنية كردية شوهت مصطفى كمال أتاتورك. الأكراد لم يشوهوا مصطفى كمال أتاتورك، أصلا مصطفى كمال أتاتورك أصلا مشوه، أصلا بفعل الجرائم التي ارتكبها والمجازر التي ارتكبها بحق الأكراد، وأصلا مشوه. وليست مهمة عبد الله أوجلان تبييض وتنصيع مصطفى كمال أتاتورك، ليس مهمته كشخص، فما بالكم يعني كزعيم كردي وزعيم حزب تحرري ويساري وقومي وما إلى ذلك. يعني يتحدث عبد الله أوجلان عن هذه الذهنية، الذهنية التي أظهرت مصطفى كمال أتاتورك على أنه عدو للأكراد هي نفسها التي أظهرتني وكأنني عدو للأتراك. فهذه الذهنية نفسها كانت موجودة ضمننا أيضا. يعني يقصد حزب العمال الكردستاني ضمننا. من يقصد مش بس الأكراد، حتى يقصد الحزب. يعني
طيب مثل ما ذكرت انه هي الاوريجينال الاصل موجوده، والمشكله انه انا الفيديوهات هيك تلقائيه، يعني ما في منتجه. لو كنت خبير في امور المنتجه لاظهرت الويب سايت المنشور عليه الترجمه العربيه والنسخه الاصل من تصريحات اوجلان، وهي تصريحات كثيره مش بس في 4 نوفمبر 2009، لا يعني في اماكن كثيره قال اوجلان هذا الكلام ومر هيك يعني. سابقا يعني كنا نفسر انه هذا مسعى لخلق اختراق في الوعي التركي او الوعي المتزمت الكماليستي لخلق نوع من الاصلاح ومناقشه الكماليين بحججهم. يعني كنا نحاول ان نلتمس تفسيرات او تبريرات لاوجلان، لكن هذه التبريرات او التفسيرات كانت هشة وضعيفة. وللأسف يعني أنا من ضمن اللي كنت أظن أنه هدف أوجلان من هذا الكلام هو هيك، لكن اتضح أنه أنا كنت على حق واعتذرت عن هذه المسائل كثيرا. طيب هذا الكلام الأوجلاني في توصيف مصطفى كمال أتاتورك والمقاربة ما بين نفسه وما بين مصطفى كمال أتاتورك، والتشويه الذي تعرض له عبد الله أوجلان والتشويه الذي تعرض له مصطفى كمال أتاتورك، على أنه هي نفس الذهنية موجودة لدى الأتراك وموجودة لدى الأكراد في حزب العمال الكردستاني، بصرف النظر على أنها بالضد 1,000,000% من وقائع التاريخ الآن. يعني ما التاريخ الموجود حاليا بين أيدينا ليس فقط المصادر الكردية والمصادر، حتى المصادر الأوروبية، كلام أوجلان بالضد من كل هذه المعطيات. لنفترض جدلا أنه أوجلان على صواب، على حق، نفترض جدلا يعني، لنترك قضية مقاربة أوجلان نفسه بمصطفى كمال أتاتورك، هو زعيم وأنا زعيم، هو زعيم مؤسس للجمهورية التركية وأنا زعيم مؤسس لحزب. يعني هذه المقاربات في الضمنية ما بين أوجلان مقاربته بمصطفى كمال أتاتورك نضعها جانبا، لنأخذ هذا الكلام على أنه عين الصواب والحقيقة، وهذا الكلام ستثبته طرائق البحث العلمي والتاريخي والفكري والاجتماعي والسياسي بعد 100 سنة. الآن نضع هذا الكلام على الطاولة على أنه حقيقة. فعلا مصطفى كمال أتاتورك بريء من كل الجرائم المنسوبة له، وبريء من عداوة الشعب الكردي ومن المجازر التي ارتكبها بحقله، بريء من كل شيء، بريء من كل شيء. لكن هذه الأحكام، هذه النتيجة يعني يبتنى عليها أشياء ومش كلام عابر، يعني بناء على الشيء يبتنى مقتضاه. هذا الحكم الذي أطلقه عبد الله أوجلان ويتحدث عن تاريخ، يقول يعني بمنطق المؤرخ، يقول هذا التاريخ مضلل مشوه مش صحيح. الكلام اللي أنا بحكيه صحيح، الكلام اللي يقول أنه مصطفى كمال أتاتورك ليس عدوا للأكراد وأنا لست عدوا للأتراك، هذا هو صحيح. نفترض هذا الكلام فعلا عبد الله أوجلان وليس عدو، ولنفترض أيضا أنه كمال أتاتورك أيضا ليس عدوا للأكراد بالمطلق. هذا الحكم البسيط والخطير ينسف عبد الله أوجلان من الجذور، ينسف تجربة حزب العمال الكردستاني من الأصول والجذور. ليش؟ لأنه افتراق عبد الله أوجلان من اليسار التركي كان على أساس أنه هذا اليسار ملوث ومسموم بالفكر الكمالي المعادي، الفكر الفاشي الشوفيني المعادي للأكراد، وبالتالي انفصلنا عنه وشكلنا حزبا قوميا كرديا بهوية قومية كردية. والآن في 2009 يعني وما زال يعني هو مستند على هالقناعة، طالما أنه هذا الكلام طلع مش صحيح
ومضلل وزيف. ينبغي لعبد الله أوجلان أن يعتذر من اليسار التركي، أنه أنا اتهمتكم تحت تأثير التضليل أنكم ملوثين ومسمومين بالفكر الأتاتوركي وبالفكر الكمالي، واتضح أن الفكر الأتاتوركي ومصطفى كمال أتاتورك شيء جدا إيجابي، ويا ليتكم ويا حبذا أن تكونوا متأثرين بهذا الفكر. شيء آخر ينبغي لعبد الله أوجلان، يعني من تاريخ تأسيس الحزب 1978 ولغاية لحظة اعتقاله أو فيما بعد ولغاية لنقل هذا التاريخ، هذا التصريح 2009، ينبغي لعبد الله أوجلان، وشيء جدا مهم، أن يراجع الإنسان نفسه، تجربته السياسية، تجربته الفكرية، وهذا يسجل لأوجلان أنه عم يجري مراجعات نقدية لنفسه ولحزبه ولأفكاره شيء، لكن هذه المراجعات ينبغي أن تكون مقرونة بالاعتذار. أنت يا سيد عبد الله أوجلان ساهمت في تشويه صورة مصطفى كمال أتاتورك البيضاء طيلة 20-25 سنة. وثائق حزبك، النظام الداخلي، المانيفيستو الأول، التقارير الصادرة عن المؤتمرات، الجريدة المركزية سرخبون، كل كتبك كانت تدين مصطفى كمال أتاتورك على أنه قاتل الأكراد وعدو الأكراد، والآن أنت اكتشفت أنه لا، مش صحيح. أصولا وعرفا وأخلاقا وأدبا وعلما وتواضعا أنه تقول لقد كنت على خطأ في تقييماتي السابقة وعليه أعتذر. تعتذر من اليسار التركي وتعتذر من مصطفى كمال أتاتورك أنه يا أخي أنا أيضا كنت من المساهمين في تضليل وتشويه مصطفى كمال أتاتورك. يعني هل تقول للناس يا ناس يا أكراد أنا الذي قلت لكم بأنه مصطفى كمال أتاتورك شيء سيء؟ لا، اتضح أنه هو كان شيء جيد، شيء إيجابي وليس عدو، على الأقل هو ليس عدو، لكن المحيطين فيه كانوا سيئين. المحيطين في مصطفى كمال أتاتورك الكماليست هم السيئون وليس مصطفى كمال أتاتورك. هذه الطريقة في المراجعة التاريخية وفرضها على عقول الناس، الكل يعلم كيف يتعامل حزب العمال الكردستاني مع كتب أوجلان وتصريحات أوجلان، وكيف يتم فرضها على الكوادر، وعن طريق الكوادر فرضها على المجتمع. والآن حزب العمال الكردستاني تحول إلى سلطة في كردستان سوريا، في كردستان تركيا، في أوروبا. هذه الأفكار تدرس وتفرض على أبناء الشعب الكردي على أنها يقينيات، على أنها يعني نصوص ما بعدها نصوص لا يشوبها الباطل والخطأ من أي الجوانب. طيب، يعني كيف يقبل منطق وعقل المثقفين والإعلاميين والمسؤولين ضمن حزب العمال الكردستاني هذا الكلام؟ كيف يقبل؟ يعني قد عبد الله نعم، عبد الله زعيم مناضل سجين سياسي، لكن هذه الأفكار تبقى أفكار، وهي قابلة للنقاش، قابلة للنقد، قابلة للأخذ والرد، لا أن تفرض هكذا على حزب العمال الكردستاني. بتقديري كما ذكرت أنه جيد يعني أن إجراء المراجعات النقدية فيما يتعلق بالسياسة والأفكار وكذا، وحتى فيما يتعلق في قضايا التاريخية. يعني عبد الله أوجلان يقحم نفسه في أي شيء، يعني هو مؤرخ وعالم فيزياء ويتحدث عن كوانتوم ويتحدث عن كل شيء، يتحدث عن سينما. يعني أنا لا أعلم عدد الأفلام السينمائية التي شاهدها عبد الله أوجلان، كم رواية قرأها عبد الله أوجلان حتى يتحدث عن ناظم حكمت أو عن أورهان باموك، أو يتحدث عن في الرواية وفي الأدب وكذا، يتحدث في كل شيء، يتحدث في الموسيقى. يعني نعم يعني وأوجلان كان قبل اعتقاله، يعني من يعود إلى ملحمة الانبعاث، كتاب الحوار بينه وبين يلتشنكوتشوك في صدر 1992،
وفي كتبه ومحاضراته الارتجالية في سلسلة كيف نعيش والمرأة والعائلة، أوجلان يتحدث عن كل شيء، مش بس في فترة الاعتقال. يعني فترة الاعتقال يمكن أن نفهم أنه الزلمة قرأ، الرجل قرأ في السجن في المعتقل ويقرأ، يقرأ كثيرا مجلات كتب، يقرأ كثيرا سيتثقف. هذا منطق الحياة، الناس تتطور يعني. لكن هو سابقا كمان كان هيك يحكي بكل شيء في كل شيء، ولا أحد يأتي ويقول له يا أخي طول بالك يا سروك أبو، طول بالك يا زعيم يعني قائد الشعب الكردي، أنت قائد الشعب الكردي، هكذا يقولون عنك قائد الشعب الكردي. لماذا يبرئ ساحة مصطفى كمال أتاتورك من المجازر التي ارتكبها بحق الأكراد؟ يعني قائد الشعب الكردي إذا لماذا طيب مصطفى كمال أتاتورك مع كل الفظائع والجرائم التي ارتكبها ماذا يشكل بالنسبة يعني قياسا برجب طيب أردوغان؟ رجب طيب أردوغان أيضا يعني زعيم منظمة لنفترض يعني، أو زعيم دولة تمارس إرهاب الدولة، إرهاب منظم وممنهج ضد الأكراد. الفظائع التي ارتكبها رجب طيب أردوغان اعتذر عن مجزرة ديرسم، اعتذر عن مجزرة ديرسم. يعني المدائح التي يكيلها أو كالها عبد الله أوجلان لمصطفى كمال أتاتورك لم يقلها في رجب طيب أردوغان، ورغم أنه مصطفى كمال أتاتورك ارتكب فظائع ومذابح بحق الأكراد أضعاف ما ارتكبها أردوغان. طيب ما الذي يضمن يا أنصار حزب العمال الكردستاني، يا مؤيدين، يا مثقفين لحزب العمال الكردستاني، من مدح وحاول مصطفى كمال أتاتورك وحاول تبرئته من عداوة الكرد وعداوة الشعب الكردي، ما الذي يضمن أنه لا يأتي اليوم الذي يمدح فيه أردوغان ويحاول أن يبرئ أردوغان من كل ما تنسبونه أنتم لأردوغان من جرائم وفظائع وإلى ذلك؟ يعني هل هنالك ضمانات؟ الزعيم الذي يبرئ ساحة أتاتورك من مجازر ارتكبها راح فيها عشرات الآلاف، زعماء علقوا على أعواد المشانق، الزعيم الكردي قائد الشعب الكردي الذي يبرئ كمال أتاتورك بهذه البساطة ويعتبر التاريخ كله مضلل ومشوه، ما الذي يضمن أنه يأتي اليوم اللي يقول أردوغان ليس عدو الشعب الكردي، أردوغان لم يرتكب مجازر؟ هنالك ذهنية ضللت الشعب الكردي وساهمت في تقديم أردوغان على أنه عدو الشعب الكردي، لكن الحقيقة مش هيك. هل هنالك ضمانات؟ إذا هنالك ضمانات أن لا يقول أوجلان هذا